شيخ محشي باذنجان على طريقتي. وأكيد كل شي بيه باذنجان ما يختلف على حبة اثنين، ونقدر نجهزه مسبقا وبس نشوي وقت التقديم لأن كل شي بيه جاهز ومستوي. باذنجان قمعته بإيدي وقلمته بالمكشارة، وراها سويت بيه فتحة بالسكين، ملحته وقفت 20 دقيقة حتى يطلع منه المي وما يشرب هواية دهن، وبعدين نشفته بالكلينكس. خليت فلفل أخضر ورشيت عليهم زيت الزيتون، شويته بالفرن 40 دقيقة وقلبته أثناء الشوي. لتحضير الحشو حمست لحم لحد ما تغير لونه، ضفت له بصل، ثوم، 7 بهارات، ملح وفلفل أسود، وبعدين خليت معجون وشوية شطة، وقبل ما أطفيه حمست وياهم صنوبر. لتحضير الصلصة خليت زيت زيتون وحمست بيه الثوم والمعجون، وضفت لهم طماطم معصورة بالخلاط وشوية مي، شكر، ملح وفلفل أسود، وآخر شي عصرت ليمونة. ورا ما طفيته ضفت له ريحان ينطي طعم يخبل. خليت الصلصة بالتبسي وحشيت الباذنجان والفلفل، وقبل ما شويته ضفت له شوية جبن، وهاي الخطوة اختيارية. دخلت الفرن مدة نص ساعة لحد ما تسبك، وبس بالعافية.